رحبوا بالسيد المدير. طالما ساكنة اسا فقبلت وانتظرت هذه الزياره، وانتم تعرفوا تنميه اقليم اسا الزهر تقريبا هذه السنوات الاخيره ارتبطت بوكاله تنميه الاقاليم، وبان اثرها بهذا التعثر وهذه التغيرات اللي لحقت الوكاله مؤخرا تقريبا في هذه السنتين او اكثر. المنطقه انشلت تماما على جميع الاصعده. طبعا بالقدر اللي رحبوا بالسيد مدير الوكاله نبغوا يفتح لنا صدرنا بعض انتقادات نبغوا ننقلوا فقط هواجس ساكنه المنطقه واللي تتعلق اساسا بالتدبير وبمساله الحكم والشفافيه، لان المشكل اساسا ماشي هو نخلقوا برنامج كبير ديال المجازات وديال المشاريع، بل اكثر من مره هو المشكل ديال الوقوف على هذه المشاريع وتمريرها بشكل شفاف اللي طبعا يفيد المنطقه وساكنه المنطقه. وانتم كتعرفوا عندنا هنا العديد من الخريجين والمقاولين الشباب اللي كنحاولوا نقنعوهم بهذا التشغيل الذاتي وخلق مقاولات، ولكن كيشوفوا الباب مغلق امامهم لا في الولوج لهذه الصفقات العموميه وغيرها. هذه غير اشاره نبغي نذكر بها لانه ولات عندنا افواج كبيره من الخريجين هنا، وكنشوف بان هذا البرنامج ديال الفيديو ديال التاهيل الحضري هو فرصه على الاقل يفتح شويه امال هذه الفئات العارضه. بالنسبه للبرنامج بعيد النيانه تقريبا هذه الاتفاقيه اللي كان فيها تقريبا شي 306 ديال المليون ديال الدرهم، نشط الرقم ديال 7 مليون واش تم انتقاصه ولا كاين مشكل ديال تعبئه الموارد الماديه؟ يعني هاد الشركاء اللي كانوا التزموا النهار الاول واش مازال عندهم التزاماتهم اللي هي وزاره السكنه وزاره الشباب والرياضه وبقيه القطاعات الاخرى. المساله الثانيه وهي هذا مجموعه من المشاريع اللي ما تمش ادراجها وكاينه في الاتفاقيه هنا واللي كنشوف فيها نوع من التكرار، بحال مثلا ملي كنتكلموا عن مركز الاستقبال، واش عندنا مشكل فعلا في بنيات الاستقبال في الاقليم؟ واش هذا المركز الاستقبال وهذه الديور الضيافه اللي عندنا غير كافيه؟ واش ندار الدراسه بهذا الاساس؟ كيتكلموا على المسبح البيسين كوفيرت وهذا، واش هذا المسبح اللي عندنا غير كافي؟ واش ندار الدراسه؟ واش كاع الناس في الصيف كتقعد فاسا؟ ونبحثوا على الاسباب وهذا، لان بانت لي بحال بعض التكرار في بعض المشاريع واللي نظن عنه يمكن الدراسه كانت بشكل مرتجل فيها وفي اعدادها، لان اهم شيء في هذا النوع من المشاريع هو التفكير في تدبيرها. واش كاينه جهه معينه من الجهات هنا ديال المصالح الخارجيه اللي ملتزمه ومستعده تسير هذه المشاريع؟ ها هي كنتكلموا على لي بوين دو ليكتور، ها هي عند دار الثقافه مسدوده، شكون كيسيرها؟ هذا البيسي راه مازال متعطل. يعني كنسجل انه هذه المساله خصنا نتوقفوا عندها بشكل كبير، لان ماشي مشكل هنا غادي نجيو غادي نصادقوا على هذه المجموعه ديال المشاريع وغادي تجي وغادي تنجز وغادي توقف تما وغادي تتعرض من بعد للتخريب. هي عندنا تجزئه هنا مشات ما سكنها حد، هو مجموعه المشاريع راه مسدوده وغادي تبقى واحد الوقت غادي مع مرور الزمن راه غادي يطالها النسيان والتخريب وغادي نرجعوا من بعد واحد المده اخرى وغادي نعاودوا نفس فيديو نفس المشاريع غيتكرروا. شكرا.